كيبدا الفيلم ديالنا في واحد البلاصه بحال لافيراي فين ما كانت شي قرقشه تلقاها تما. جا لها واحد البيلوت سميتو بيتي وكان هاز مع واحد اللعبه على شكل القرد. خرج عندهم خونا مول المحل حتى مالك دخل بعجاجتك. المهم راه بغيت نبيع هاد القرد ولكن رد البال عندكش تخلي القرد يطبل. معاه قالها اللعبه بدات كطبل القرد حتى هو على القرص. بيتي هبط ليه المركبي. مول المحل ما دار حتى شي رده فعل. القرد وقف ما بقاش كيطبل. خرج واحد الفرق قطع الحبل وتطلق السا من هاد التمثال وضرب مول المحل كرشو وباي باي الحياه. بيتي خاف وخرج القرد برا شعل فيه العافيه. من ذاك النهار وبيتي غابر يوم يقلبوا عليه ما بقاوش ليه الاثار. بعدها مرتو سحاب ليها بيتي خلاها هي ولادهم شي عاش بوحدو. يا هاد الهبيله نوضي قلبي على راجلك. مرتو سميتها لواز عندها جوج دراري توام بيلي وهيل. ما عندوش مع خوه بيلي حيت بيلي ديما كيحقر عليه. مره يدي ليه حاجته مره يضربو. وواحد النهار بيل وخوه هيل كانوا كيلعبوا مشاو كيقلبوا في الخزنه ديال باهم لقاو بزاف ديال الحاجات قدام ولقاو معهم حتى اللعبه ديال القرد. حتى هاد البراش كيطيروا اش داكم القرد كان مكتوب على اللعبه خدم السوارت اللي كاين مورا اللعبه غادي تخدم. هنا الخوت بداو كيطايفوا. بيل قال لي انا غادي نخدم اللعبه. هيل قال لي لا اللعبه ديال بابا خاصنا نرجعوا لبلاصتها. ولكن بيل كيدير غير في راسو خدم السوارت اللي في اللعبه ولكن القرد ما طبلش. بيلي سحب لي اللعبه خاسره ولح على خوه. في الصباح لويس كانت خارجه وخلات ولادها مع المربيه انجيلا. الدراري فتحوا الباب ديال الطوموبيل باش يركبوا ويمشيو لقاو القرد مريح تما. وحتى هاد القرد خاصني شي واحد بحال وحتى غامش شوف فاش كيركب فيك الروح. بحال يبدا كيحس بشي حاجه ما هياش. وسحب لي خوه بيل هو اللي جاب اللعبه وحطها تما. المربيه داتهم لواحد المطعم. خونا اللي كيطيب بدا كيلعب بداك المواس. زعما راني كنطير في شي حاجه سميتها الحداقه. وفي هاد اللحظه القرد كان كيشوف كلشي. لا تا جوج واحد هو بدا كيطبل. خونا اللي داير فيها حادق طار ليه الموس من يديه وطير راس ديال المربيه. الدراري ما فهموا والو. بعدها داروا الكنازه في الليل قلبوا واش طيح. هاديك النهار الثاني في المدرسه هي اللي كان غادي للقيصه. لقاو واحد البنات واقفين في الباب بداو كيتنمروا عليه حيت الاب ديال واخو هرب عليهم وخلاهم عايشين بوحدهم. بقى فيه الحال بغى يغوت عليهم رجعوه للدار بلا سروال. وكانت الوالده رجع جيب الموك سروال واجي. مشى قصد البيت ديالو لقى القرد كاين تما. استغرب الوالده حتى شكون حط لي هذا القرد هنا. وقالت لي لا ماشي انا. في الليل خونا ما قدرش ينعس ناض هذا القرد. بدا كيفكر وتفكر المربيه ديالهم انجيلا. هنا بدا كيحس بشي حاجه ما هياش. في الصباح مشى للمدرسه هو في القسم لقى القرد في الشكاره ديالو. البنات بداو كيتنمروا عليه يا باقي برهوج جاي معاك القرد للمدرسه غاتسوق تينموك ولا نحرشوا عليك. القرد اتاك في السيريحه مشاو دبروا على البنان ومشاو لحوا عليه. وكان معاهم حتى خوه بيلي. الحقد على خوه رجع للدار وهضر مع القرد قال لي كنتمنى خويا يموت وخدم اللعبه. هنا القرد بدا كيطبل. في هاد اللحظه بيلي رجع للدار مشى قصد امو. الوالده كاين شي غدا امو ما هضراتش معاه مع دورات راسها تفرقع وقدامو الامانه امانته. هنا فهمنا هاد القرد فين ما كيطبل كيختار اي واحد قريب منه كيقتلو اوتوماتيك يعني باش ما تدوخوش. هو ما كيسمعش تهضر من عند شي واحد اللي عجبو كيصفيها ليه. عجبتي انت طيار الموك راسك. حتى لويس داروا لها الكنازه قالوا الاطباء ما تجبنوا بعصبيه وهاد الحاله نادره بزاف. بيلي كان مصدوم وما متقبلش الموت ديال الام ديالو. في الليل هيل دبر على مقده وبغى يقسم القرد. يا هاد البرهوش واش كتقلب على الموت. بدا كيضرب في اللعبه وقطع عليها يديها والقدم في اليد ديالها. خونا جاتو غريبه ولكن سحب لك غادي وقف لا بدا كيقطع في داك القرد كيقطع حتى سالا معاه. بعدا كنشوفوا هاد الجوج هادي سميتها ايدا وراجلها تشاب وناري على ضحكه وتريب الجبال. خوتنا تبناو بيلو خوه هيل وهما اللي غادي يربيوهم. خداو بيلو خوهم مشاو لمدينه كاسكو. في الليل وصلوا للدار بيلي حس بحال غادي تكون شي كنازه عاوتاني. ناض شاف من السرجم وشاف الانعكاس ديال القرد في الزاج ديال السرجم. ما هبط ليه ركابي سحاب لي غا كيتخايل مع دور وجهه ولقى القرد كاين في البيت ديالهم. بالزرب عيط لخوه يا قلتي لي صافي هرستي هاد اللعبه. العيام يحلف لخو انه هرسها. خوه بيلي في الاول ما تيقوش. قال لي هاد اللعبه تقدر تكون فيها شي تعويذه شيطانيه وتقدر تكون هي السبب في الموت ديال الام ديالنا. ما كانش قال لخوه راه خدم اللعبه نهار ما شات الام ديالهم. بيلي بدا كيقتنع بالهضره ديال خوه. هنا بدا كيفكر وناض خدم اللعبه. ما داش بزاف ديال الوقت مات شي الراجل اللي كان غادي يربيهم والسبب ديال الموت ديالو كان مخيم في الغابه وكانوا دايزين بزاف ديال العودانات ما شافوش ودازو فيه وقداموا الامانه امانته. بعد ما تاكدوا البراش هاد القرد هو السبب في الموت الناس اللي كيعرفوا داروا في واحد البواطه سدوا عليه بالسناسل ولحوا في البير. بعد ما داز 25 عام كنشوفوا ايضا ناعسه في الدار ديالها. ايضا كانت ناعسه في امان الله. فقط على شي صوت غريب في الدار. هزت السلاح ديالها ومشات كتقلب الدار واش دخل لها شي واحد. هبطات البيت الخزين بدات كتقلب ولكن ما لقات والو. وباش كان طالعت رست بها واحد الدرجه طاحت على الكراطين فيهم داكشي ديال الصيد. قدرت تنوض ومشات للحمام باش تدوي راسها وهي في الحمام شمت الريحه ديال الغاز. مشات قصدت الكوزينه يلاه بغات تاكد واش هاد الريحه ديال الغاز. شعلت لها العافيه في وجهها بدات كتغوت ويك عباد الله وجهي كيتحرق ولكن عيات ما تغوت حتى شي واحد ما كان حداها. خرجت كتجري شكلت لي رجال ضربت راسها مع البلاكه. ما عرف ناقف ولا ليس لكم حق الاسبقيه. المهم بلاكه وصل. فهاد اللحظه كنشوفوا هي الخدام في سوبر ماركت عايش واحد الحياه ديال الكفار قاتل وغا المال. عرفنا عايش بوحدو والعلاقه بينه وبين خو ما بقاتش مزيانه. خونا ما كان عنده لا صحاب زعما الصديقات. الله يخلص كل واحد على قد نيته. ما كانش كيبغي يقرب من بنادم حيت كيخاف القرد يرجع ويقتل الناس اللي عزاز عليه. كان عنده ولد ولكن كيشوفوا مره واحده في العام وسميتو بيتي على السميه ديال بات هيل يعني جدو. وكان مطلق من مراته. هذه ريبيكا هي مراته. تزوجت واحد الراجل سميتو تيد واختنا بياسه. ريبيكا قالت له راه تيد خدام في رعايه الاطفال يعني كيعرف مزيان كيفاش يتعامل
مع الدراري، انت دابا ما عندك لاش تبقى تجي، ولدي انا غادي نربيه وغادي يكون معايا تيد. شنو هو هيل في الاول ما كانش باغي هادشي، ولكن بقى معاه تيد حتى قنعو، قال ليه ولدك على حسابي ما عندك مناش تخاف، هيل جات من الجنه والناس، صافي غير خليوه عندكم. ريبيكا قالت لي غادي نعطيك بيتي خليه عندك سيمانه ونتمنى تستغل الفرصه وتعيشوا لحظات زوينه في هاد 7 ايام. في نفس الوقت في الدار ديال ايدا الرحيل ديال الدار ديالها تحط للبيع، ومن بينهم اللعبه ديال القرد. واحد خونا سميتو ريكي عجباتو هاد اللعبه وشراها. في الليل هيل خدا ولدو ومشاو لواحد لوطيل 0 ايطوال، بيتي يهضر مع با هيل، سولو واش ما عندوش خوه، هيل قال ليه لا ما عنديش شي خويا. وعلى كذاب خوتنا نعسو، هيل حلم بالقرد وفاق مخلوع. شويه جا اتصال، الو السلام عليكم شكون معايا؟ انت كيفاش شكون معاك؟ واخوك خوك بيلي. هيل تصدم حيت تقريبا مده 5 سنين ما هضر مع خوه. بيل قال ليه راه ايدي ماتت والبوليس قالوا الطريقه باش ماتت بها غريبه، وحتى الاتات ديال الدار ديالها تحط للبيع، وانا خايف يكون شي واحد لقى اللعبه ديال القرد. هيل من الاخر بغيتك تمشي للدار وتاكد واش كاين القرد تما. هيل قال لي شنو هو ومالك ما مشيتيش انت؟ بيل بدا كيدخل وكيخرج في الهضره. هيل قال لي انا ماشي سوقي، دابا راه معايا ولدي وما غاديش نقدر نمشي لتما. قال ليه مزيانه سير انت وولدك الدار ديال ايدا وحسبها بحال شي رحله، ياك ولد العبد بغيتينا نموتوا جمله. من الاخر بيل ما غاديش نمشي، وانا ماشي سوقي لا رجع القرد ولا ما رجعش، وباش تعرف القرد ولا قتل ايدا يقدر يكون قتل شي واحد كان عنده معاه شي حساب. وهيل كيهضر مع خوه بيلي شاف واحد خطنا هبطت في البيسي، وهيل نسى القرد هاديك. بيل قطع على هيل تعصب، يلا كيفكر في شحال هاد المشكل الكليمه ما عرفش كيفاش حركت من بلاصتها، طاحت في الماء. خطنا يلا غتنقص باش تعوم دام والامانه امانته، تلاقى الماء مع الضوء وخساره موت هادي. هنا هيل عرف القرد رجع عاوتاني بالزربه مشى فيا قولته، قال لي خاصنا نمشيو من هنا في اسرع وقت. باش يسولوا على السبب اللي غادي يخليهم يخرجوا في هاد الليل، قال لي راه الموربيله رباتني وصلتني الخبر انها ماتت وضروري خاصني نمشي نجيب شي حوايج من تما. هيل تنادم مع الحال وما بغاش يدي معاه ولده، ولكن بيتي ما بغاش، قال ليه لا غادي نمشي معاك. هيل وافق وشدوا الطريق هو ولده. في الصباح وصلوا للدار ديال ايدا، مع وصلوا تلاقى مع واحده سميتها برابرا، هذه هي اللي مكلفه بالبيع الدار ديال ايدا. قالت ليه راه بيل خو قال لي غادي تجي. بيتي ما فهم والو حيت قال لي هو ما عندوش خو. بعدها هيل وبرابرا دخلوا للدار، اختنا بدات كتعاود لي على الجرائم اللي وقعوا في القريه. هيل تصدم بدا كيقلب في الدار والو ما لقاش اللعبه ديال القرد. وصلوا لواحد البيت ما بغاش يتفتح عليهم، اختنا بدات كتجرب في السوارت، في الاول الباب والو ما بغاش يتفتح. هيل حس برابرا غادي تموت، يلاه بغى يقول لها خاصنا نخرجوا من الدار دابا. تحل الباب ديال البيت وهي تهبط على واحد الحديده وباي باي الحياه. في هاد اللحظه بيتي كان كيتسركل في الدار وشاف التصويره ديال با وخوه بيلي، وعرف با عنده خوه التوأم ديالو. في الليل البوليس وصلوا وبداو كيحققوا في هاد القضيه. واحد البوليسيه قالت لهيل ما يخرجش من القريه حتى يكمل التحقيق. البوليس داروا خدمتهم ومشاو. التليفون ديال الدار صونا، جاوب هيل يلقاه بيل عاود ليه شنو وقع، وقال لي القرد والو ما لقيتوش، يعني ما فيها شي واحد خداع. قال ليه بيل صافي مسخوط الوالدين ما فيهاش مشينا فيها، عرفتي شنو غدير؟ سير ريح في شي لوطيل حتى نعيط لك. هنا هيل شك في خوك يخطط لشي حاجه. هيل دبر على واحد الكتاب فيه جميع النوامر ديال الناس اللي ساكنين في القريه، بدا كيقلب على شي نمره بالكنيه ديال ايدي، وهو كيقلب شاف النمره مقيده بسميه القرد، فقرر غادي يعيط هاد النمره، وداك الشيء اللي كان. هيل عيط في ديك النمره وسمع الصوت ديال خوه بيل كيقول صافي انا لقيت اللعبه ديال القرد اللي كنت كنقلب عليها شحال هادي. هنا هيل بدات كتوضح ليه الصوره وفهم خوه بيل هو اللي لقى اللعبه ديال القرد، وهو اللي خدمها وتسبب في ديك الحوادث كاملين. في هاد اللحظه كنشوفوا بيل كان باقي لابس الكوستيم ديال الكناسه من نهار ما تتمو، يقدر يعرف راه هيل هو اللي خدم اللعبه وقت المهم. النهار اللي رماو اللعبه في البير بيل هبط كيقلب عليها ولكن ما لقاهاش، ولقى السوارت اللي كيخدموها، وبقى كيتسنى هاد الاعوام كامله باش يقدر يخدم هاد اللعبه ديال القرد. في عام 2016 بيل لقى واحد الورقه مكتوب فيها خدم السوارت واللعبه غادي تخدم. هنا بيل عرف اللعبه راه قريبه ليه. بيل كان كيتسنى غير النهار اللي غينتقم من خوه حيت كيسحاب ليه بالعنق شلمهم. في واحد النهار مشى للدار ديال ايدا باش يقلب على اللعبه ولكن ما لقاهاش. في ذاك اللحظه ايدا سمعت الصداع في الدار وناضت تشوف شنو كاين، وتما فين تحرق لها وجهها. بعدها بيل صيفط لها باش يشري اللعبه، خدمها وطلب منها تقتل خوه هيل ولكن ما شدك خطنا هبطت البيسين، وباش عاود طلب منها تقتل خوه قتلات ناس ديال المدينه. بعدها كنشوفوا ريكي مشى عند بيل وقال لي بغيت نشري من عندك اللعبه. بيل ما بغاش، ريكي مشى دبر على السلاح باش يقتلو. فهاد اللحظه هيل كان مع ولده قال لي راه غادي نرجعك عند امك. بيتي قال لي صافي الوالد باغي تخليني. هيل قال لي الا بقيتي مع الام ديالك غتكون في امان ماشي في حالي انا. رجعوا للوطيل. هيل عيط لخوه بيل راني عارف القرد عندك ما تبقاش تخدمه حيت بسبب هادشي اللي كدير كيموتوا بزاف ديال الناس، وانا راه ما خايفش على راسي ولكن ولدي كنخاف توقع لي شي حاجه. بيل قال لي الا كنتي كتخاف على ولدك اجي انت وياه وخليه هو اللي يخدم اللعبه حيت الشخص اللي كيخدمها ما كيوقع ليه والو. هيل في الاول ما بغاش يغامر بولده. بيل قال ليه الا ما جيتيش انت وولدك غادي نخدم هاد اللعبه ونقتل ولدك. قال ليه جوج كلمات وقطع. هيل بقى حاير واش هادشي ياك الهضره ديال خوه ولا لا. بيل يهضر مع باه دابا انت الوالد لاش والدني لاش والدني وعاطيني لواحد يربيني ولما عاطيني داك المكرمن ديال تي راسو مربع حتى بغيت نعرف الوالده شنو عجبها فيه. هيل قال لي راني ما كرهتش ليك ولكن الا بقيتي معايا غتريسكي بحياتك. بيتي ما فهم والو. بيتي سحب لي با ما كيحملوش وبقى فيه الحال. وهذاك البرهوش انت راك عزيز عليا وماشي الخاطر غادي نخليك. وهما كيهضروا سمعوا الدقان في الباب مشاو حلو كان ريكي خونا مع دخل زعلو مسلاح. يلا غتمشيو معايا. ريكي هضر مع هيل وقال لي بغيتك تدخل للدار ديال بيل وتجيب لي القرد. هيل ما كانش عنده شي اختيار واحد اخر. هيل قال لولدو انت غادي تدخل تجيب اللعبه ولكن عندكش خدمه واخا يوقع اللي وقع. هيل ما بغاش يدخل هو حيت خاف على ولدو خليه في الطوموبيل وتوقع ليه شي حاجه. بيتي يدخل للدار بيلي ما حط رجليه عفط على واحد الفخ خرج ليه الشاقور كان غيطير ليه راسو، وهذا غير واحد من بزاف ديال الافخاخ في الدار ديال بيلي. بيتي بالزربه ضربات ليه طن في راسو وعرف الدار كامله افخاخ. بدا
بدا كيتفاداهم واحد مورا واحد وبقى غادي بحال هكا حتى قدر يوصل عند بيل. بيتي شاف عند عمو القرد. بيلي مع شاف ولد خوه هيل فرح، قال لي هاد اللعبه ديال الاب ديالك وبغيتك تخدمها. هيل كان قال لولدو ما يخدمش اللعبه ولكن ما كيسمعش الهضره، يخدم السوارد ديال القرد. القرد بدا كيطبل. في هاد اللحظه واحد الخليه ديال النحل كانت فوق الطوموبيل ديال هيل بدات كتحرك. ريكي بغى يحرك يديه وما ردش البال مع السلاح وخرجت واحد الرصاصه ولكن حتى شي واحد ما تقاص. القرطاسه جات في البابيرز ديال الطوموبيل، واحد النحله خرجت وتبعوها فرق ديال النحل وقصدوا ريكي. خوتنا ما عطلوش، هيل ما وقع ليه والو. بيل قال بيتي عاود خدم اللعبه. بيتي ما بغاش. بيل تعصب خدم من عنده اللعبه وضربه. بيل شد اللعبه وقال لي بغيت خويا هيل هو اللي يموت وبغى يهبط اليد ديال القرد بزز منه باش يقتل خوه ولكن والو ما قدرش. اللعبه بدات كطبل بالسربه، بعدها ولاو بزاف ديال الناس كيموتوا، شي كينتحر شي كيضربوا الضو. المهم القريه كامله ترونات. هيل خاف على ولدو وبالزربه دخل عند بيل. بيل هضر معاه وقال لي كنت باغي نقتلك حيت انت السبب في الموت ديال الام ديالنا. حتى هيل اعترف لي باش كان باقي صغير حتى هو كان باغي يقتلو ولكن قال لي ما كنتش كنعرف شنو خاصني ندير. هيل عطى لخوه يديه وقال لي اجي نتسامحوا. بيلي قال لي حتى انا ندمت على هذا الشيء كامل وناض عنق خوه ولكن اللعبه ما سقلاتوش. واحد من الافخاخ اللي كاينين في الدار طيروا ليه راسه وخونا مات. بعدها كنشوفوا هيل وولدو وكانوا قاصدين نموت بيتي ريبيكا وكان معهم حتى القرد. هي القرار غادي يخلي معاه القرد باش حتى شي واحد ما يقدر يخدمه. وتا لهنا كانت هذه النهايه. السلام.